صباح الخير يا صبايا، صباح النور عليكم حبايبي. النهارده حبيت اشارككم الفطار بتاعي وعشان تعرفوا انا بفطر ايه باكل ايه، ازاي ماشيه على نظام يخليني اخس وفي نفس الوقت ما افقدش فيتامينات او ما افقدش العناصر اللي انا ممكن جسمي يحتاجها. آم، اي استفسار ممكن تبعتولي وتقولولي، واي انظمه غذائيه انا ممكن اعملها لكم. بس طبعا كل واحدة على حسب مقياسها طولها وزنها. فسيبولي كومنتاتكم وآرائكم، ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وعشان نتواصل مع بعض في القناة. انا فطاري بسيط جدا، ما يتعداش 200 سعر حراري. دي بيضة معمولة في الميكرويف، زي عيون كده بس من غير طبعا زيت. فعشان كده هي لازقة في الطبق ده. الصفارة اهوت باين بس انا لسه ما اكلتش. ف وده طبعا فول ده حوالي 50 جرام فول. مفهوش طبعا دهون غير حاجات بسيطة، ممكن 1 جرام او لا تقريبا مفهوش خالص يعني. بس ممكن الجرام ده احط حوالي سنتي واحد من زيت السمك فيه. عندك التوست طبعا مفهوش الا فات قليل برضو، حوالي حاجة من 100 او حاجة من 10. بس هو كله كارب، حوالي 13 او 15 كارب في التوستاية. وزنها بيبقى 25 جرام الشريحة. النسكافيه ده مش بلبن، النسكافيه ده بلبن اسمه ميرو. هو بودر، هو مفهوش لا بروتين ولا كارب. هو عبارة عن لاكتلوز على مواد كده مجففة. نسبة الدهن فيها 1.5 في الباكت، هو 20 جرام. فجميل جدا وصحي. باخده مثلا لما اكون حابة اشرب اكتر من كوباية في النسكافيه، وباخد كوباية لبن في اليوم بس. وطبعا مفيش خضار، طماطم ولا خيار. الخيار عندي خلص، فالطماطم بتعمل لي احتباس في الجسم، مع ان كلها بوتاسيوم وجميلة جدا. بس ما باكلهاش كتير يعني. فحبيت اشارككم فطاري، ومستنية ارائكم وكومنتاتكم، واشوفكم على خير. باي باي، ما تنسوش تعملوا لي اشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.